اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. الفيديو ده زي ما شفتوا من عنوانه كده هننزل نجيب سبلايز الجامعة. اخر سنة في الجامعة ان شاء الله، فاخر سبلايز في حياتنا برضه الجامعة. هل بعد كده يبقى في سبلايز للشغل؟ مش عارف بصراحة، لسه هنشوف بقى على ارض الواقع مع بعض. فهاخدكم معايا دلوقتي بقى. عايزين نلبس حاجة سريعة خفيفة واللي هي ايه مريحة كده. فهلبس بنطلون ريلاكس فيت، قصته لذيذة جدا ومريحة، بحبه يعني، بحس ان انا مرتاح في كده. وهلبس عليه هذا التيشيرت، بحس ان هو اجواء بحر كده، حلو جدا. وكمان هلبس عليهم كوتش ابيض. هبقى اروح اجيب الكوتش، هبقى احاول اوريه لكم دلوقتي. والكوتش ده هو سبورت كده شويه ومريح، بس طبعا عايز يتغسل، بس كده كده هنغسل كل ده عشان خاطر قبل ما نروح الجامعه. فيلا بينا نلبس. الكوتش، هلبس الكوتش ده، حاسس ان هو اقرب. وكمان هلبس الشنطه دي عليه، فهلبسها واجيلكم. هذا هو الاوتفيت. كنت هخليكم سلموا على قدر، بس قدر حاليا مش موجود. بترضى يا جماعه؟ ما اعرفش مين قدر، هعرفها في الفيديو اللي فات او على الانستجرام كمان. يلا بينا ننزل بقى. بسبوسه بسبوسه. مش حلوه اشتري دي يا جماعه ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ قولي لي في الكومنتس بقى. ده حامل المسك، بس خلي بالكم عشان بصوا ده عامل ازاي، متعبي ميه كده او كحول، مضروب خالص. يلا بينا نشوف سبلايز الجامعة. اوكي، أول حاجة في كام حاجة كده جبتها مش سبلايز الجامعة بصراحة، فهوريها لكم وبعد كده ندخل على بقى سبلايز الجامعة كاملة بقى. أول حاجة جبت حاجة جميلة أوي، يعني كنت عايز أجيبها بصراحة، وهو محفظة. بس يا جماعة أصلا شياكة العلبة يعني بصراحة جامدة جدا. مكتوب زارا، بس هي مش زارا يعني، ممكن تبقى هاي كوبي يعني. بصوا بقى يا جماعة، بصوا بقى يا جماعة، صراحة يعني محفظة شيك جدا. هي جينز أصلا، هي جينز وحلوة جدا. أنا يعني يعتبر مثلا كل سنة أو كل دراسة، دي تعتبر مش سبلايز، لأن أنا كل دراسة أو كل سنة بجيب محفظة لون جديد وشكل جديد. يعني كانت أول مرة جبت لون بني عادي، تاني مرة جبت اللي هو اللون المشمشي كده، أو اللون كده برضو مشمشي. فالمرة دي بقى اللون الأخضر الحلو ده، فحبيتها جدا بصراحة. والعلبة أصلا شيك أوي. تاني حاجة بقى برضو جبت ماسك عشان خاطر الجامعة. شيت ماسك اهو، هذا الشيت الماسك. مش عارف هو هيبقى حلو ولا لأ، بس هو كاتبين إن هو بيفتح ويرطب البشرة وإزالة الدهون الزائدة. ده أهم حاجة، إن هو يرطب ويزيل الدهون الزائدة. وكمان جبنا ثانية عشان طبعا اللي هو الهير أويل ده. أنا مش عارف، استنى انتوا مش شايفين. اوكي اهو 7 اويلز، اللي هو ايمامي، معرفش البراند بصراحه، ايمامي 7 اويلز ان 1. لو اي حد يعني عارف البراند كويس، استنوا احاول نعمل لكم عليها فوكس. لو حد عارف البراند دي يقول لي في الكومنتس الزيت ده حلو ولا لا. احنا جايبين اقل عبوه عشان خاطر ان احنا بصراحه نجربها، عشان لو حلوه نشوف. تعالوا بقى نشوف الكيس التاني. الكيس التاني جبت اه
دي برضه يعني يعتبر من سبرايز الجامعة هفتحها معاكم. وهذه المراية ان شاء الله تبقى مراية واشوف نفسي بيها. اولا هي مش عايز افتحها معاكم دلوقتي، بس هفتح لان هيكون حاجات برضو للسكن، فانا كنت جايبها اصلا بصراحة للسكن. لذيذة قوي عشان خاطر في السكن يعني بعيد عنكم ما عندهاش مرايات. شايفين اهي دي مراية حلوة قوي. انا كنت اصلا جايبها عشان اعمل ديكور كده للاوضة عندنا كده احطها، بس قلت واي نوت ان انا احطهاش في السكن، فهي لذيذة قوي بصراحة وجميلة. فانتظروا برضو الفيديوهات القادمة عشان هتلاقوها في السكن. دي كانت اول حاجة. تاني حاجة جبت جبت ده الاول وهو نور البيان. بقى نور البيان. نور البيان اللي هو ان انت ازاي تقرأ كويس كل التجويد وكل يعني الناس اصلا اطفال بياخدوها من قبل ما يدخلوا المدارس وكده. فقلنا حلو جدا لان احنا نحاول ان احنا نحسن القراءة بتاعة القرآن، فنور البيان بتبقى حلوة جدا في الحاجات دي. فقررنا ان انا واختي يعني ان احنا نجيب. كمان لسه قاري ورا كده برضو حمل تطبيق الكيو ار كود عشان تسمع الدروس بتاعته، فده لذيذ قوي بصراحة. تاني حاجة بقى وجبت هذه الكراسة لذيذة قوي مكتوبة الأيام الحلوة جاية على الطريق، فلذيذة. وكمان حاسس إن ألوانها كده مفرحة بصراحة، فجبت الكراسة دي لأن بكتب ورا الدكاترة وهكذا، فببقى محتاج كراسة كبيرة. تاني كراسة أنا جبتها مش عشان أكتب ورا حد، لا أنا جبتها حبا، اللي أنا عايز شكلها جميل قوي، اللي هي دي. أنا أفتحها معاكم. هذه وهي كن متميزا عن الآخرين، يونيك. حلوة قوي، واللي هو الاسود ده اليونيك كده، فدي لذيذة قوي. انا مش عارف اصلا اعمل بيها ايه بصراحة، بس انا جبتها من حلاوتها. دي كانت تاني كراسة. اخر حاجة في هذا الكيس وهو هذا القلم اللي انا اتحصرت عليه يا جماعة جدا. شوفوا هذا القلم عجبني قوي قوي، هو افوكادو كده وهو ما بيثبتش يعني، فاهم؟ اللي هو بيكون فوق كده. انا بحب الحاجات دي قوي بصراحة، بحب الحاجات اللي هي سبيشال يونيك كده، وكمان لذيذ يعني، فاهم؟ انت قاعد في المحاضرة عمال تعمل كده، فحلو قوي ولذيذ جدا جدا جدا. فجبته. حصرت عليه ليه بقى؟ لان انا جبته من مكان غالي، رحت مكان تاني لقيته ارخص مثلا بحبه حلوين، فقهرت. بس قلت خلاص مش هرجعه بقى، هو نصيبنا كده وهذا هو القدر بتاعنا يعني، فخلاص. الكيس اللي قبل الاخير او اخر كيس يعتبر، وجبت اجنده. الاجنده دي من الاجندات اللي انا بكتب فيها، ببيض فيها يعتبر المحاضرات، فجبتها. هي اصلا يعني حلوه جدا، بحسها حلوه وجميله. جربتها السنه اللي فاتت بصراحه في الترمين، لذيذه جدا، بكتب فيها كل حاجه. بتبقى احسن من التانيين اللي هم السلك، هم بصراحه بيبقوا شكلهم تحفه وخطير، بس دي بتبقى ارخص. اللي هو السنه اللي قبليها بتكون ارخص كتير، فقلت اجيب دي احسن. جبت اللون البني لان السنه اللي فاتت جبت اللون كحلي وجبت لون ابيض وكان كحلي برضو، فكان في كحلي ما رضيتش اجيب كحلي، قلت اجيب البني. هذا البني بس حلو لذيذ. حاجه جبت هذا الكيبورد. ليه بقى يا جماعه؟ لان انا عندي الكيبورد بتاعي ما فيهوش اي حاجه عربي، فمش هنعرف نكتب عليه، هو انجلش بس. فجبت كده الستيكرز دي، حطيت عليها الحاجات، احط عليه الحاجات العربي. جبت الاقلام دي، طبعا كلنا عارفين الاقلام البريما دي، جبت 2 منه. وجبت هذا القلم جديد، شكله جديد، مش عارف انتوا عارفينه ولا لا. قلم حلو جدا، هو ازرق فلذيذ، فجبت منه. وجبت ده بقى، ده مش قلم جاف، ده قلم رصاص حلو قوي. هو غالي بس حلو ثمنه فيه يعني بصراحة، يعني في حاجة كده تحس ان ثمنها فيها. فجبته كده اهو، مش شايفين ولا لا؟ حلو قوي بصراحة ولذيذ، في منه الوان واشكال كتير. حاجة في هذا الكيس، اختي جابت هذه الشرابات الثلاثة، وانا جبت هؤلاء الشرابات الثلاثة. انا جبت في، تعالى اقول لكم هنا الالوان ايه، اسود في ابيض، وده رصاصي في ابيض. ما اعرفش هو ليه، انا لسه مستنتج دلوقتي ان كله فيه ابيض حاجه فوق وابيض، هما كانوا التلاته مع بعض كده. وده برضو لون اصفر باستيل وموف وبينك. الكيس اصلا من بين، دخلت بين وما جبتش اي حاجه. هو كان في عنده حاجات بس الصراحه كنت تعبنا جدا جدا، فما عرفناش نجيب اي حاجه. جبنا 2 وايبس، طبعا الوايبس انا اللي فاتحها، نسيت اقفلها. جبت هذا الوايبس، وجبت برضو
اختي جابت هذا الوايبس، هي جابت الصغير وانا جبت الكبير لان انا بستخدمه كتير جدا، فجبنا التو وايبس دول. بس دي الحاجات اللي انا اشتريتها كلها النهارده. في حاجات لسه ما اشتريتهاش بصراحه، في حاجات حبه حلوين برضه لسه ما اشتريتهمش، بس انا اشتريت يعتبر الاساسيات كلها. فاضل بقى الحاجات اللي هي كده ايه، حاجات بسيطه. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله لو عرفت اعمل بارت 2 اكيد مش هتردد وهنزله لكم واعمل لكم ان شاء الله لو هينفع بارت 2. فما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس ايه اللي عجبكم، وتقولوا لي تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، وحاولوا ان انتوا تفرحوا باقل حاجه انتوا تعملوها. تحاولوا حتى تفرحوا بان انتوا دخلتوا الجامعه لو انتوا اول سنه، لو اخر سنه ان انتوا تتخرجوا من الجامعه، لو في نص السنه ان انتوا ترفعوا معنوياتكم وتجيبوا حاجات انتوا تتبسطوا بيها. فدي حاجات كتير جدا، حاجات ممكن تبقى بسيطه جدا تفرحكم. ما تحاولوش ان انتوا تزعلوا باي شكل من الاشكال، حاولوا تفرحوا وتدخلوا كمان الفرحه على اخواتكم لو هم في الدراسه. كمان ما تنسوش اهم حاجه، انت تعملوا لايك وشير وكومنت وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا سبسكرايب تحت. وكمان ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.